السامعين الكرام، مرحبا بكم في حكاية من قلب مراكش القديمة، من الزنقة اللي بين النور والظلام، من وقت كانت الكلمة فيها وزن والنية فيها بركة، والقنديل هو اللي كينور الليل. القصة ديال الليلة قصة مرأة مغربية بسيطة ولكن كبيرة في القلب، يسميوها الناس مولات القنديل، حيث كان عندها قنديل ما عمرو ما طفى، لا في النهار ولا في الليل. كانت ساكنة في زنقة ضيقة بين باب دكالة والقصبة، الزنقة اللي كيعرفوها الناس باسم زنقة السويقة. ديك الزنقة عمرها ما خطت بالحركة وريحة ديال الطياب والخبز المسخن على الفرن، والضحك ديال الأطفال اللي كيجريو بين البيبان. وكانت في وسط داك الزحام ساكنة مرا سميتها راضية، خياطة بسيطة كتخدم بيديها وكتعيش بالستر، ما عندها لا ذهب لا كنز، ولكن عندها القلب اللي كينور كيما النهار. راضية كانت كتخيط للناس، العروسات، حمالات، الارامل، وحتى الفقراء اللي ما عندهمش باش يخلصوا. كانت كتقول الله هو الرزاق وانا غير سبب. كل صباح كتجلس قدام الباب، القنديل ديالها شاعل حداها، كتخيط بصمت وكتسمع صدى الحومة. ولكن الغريب في هاد المرأة هو القنديل ديالها، عمر الناس ما شافوه مطفي، لا في النهار ولا في الليل. واحد النهار جاو عندها الجارات وقالوا ليها راضية، واش ما كتخافيش يتحرق الزيت؟ ضحكات قالت ليهم الضو ما يتحرقش يا وليداتي، اللي يطفي النية هو اللي كيدخل العتمة. جا النهار اللي تبدلات فيه حياتها، كانت السما عامرة غيوم والريح كتغوت في الأزقة، والشتا بدا كينزل بحال الغضب، وكل شي تسد في ديورهم. ولكن راضية كانت في الدار ديالها، خياطتها حدا القنديل وجهها ساكن، حتى سمعت طرقة خفيفة على الباب، طرقة فيها خوف بحال ديال واحد ما بقى عنده فين يمشي. ناضت وشعلت القنديل مزيان ومشات تفتح، لقات راجل مبلول بالمطر شايل طفل صغير في يديه، وجهه شاحب وعينيه عامرين دموع. قال ليها بصوت ضعيف الله يرحم الوالدين، غير ندفي وراسنا شوية، الولد راه مريض. ما سولاتوش منين جا لا شنو قصتو، غير قالت الدار الله. دخلاتهم وسخنت الحليب وجابت غطا وحطت الطفل حدا النار. في الصباح منين فاقت ما لقات لا راجل لا ولد، غير واحد الورقة صغيرة حدا القنديل مكتوب فيها اللي يعطي بلا سؤال يلقى الخير بلا حساب. قراها قلبها دق، دمعت وقالت بصوت خافت ماشي انا اللي عطيت، الله اللي ساقني. ومن داك النهار الضو ديال القنديل ولا كيضوي كتر من قبل في الليل، كيبان من اخر الزنقة بحال نجمة صغيرة. الناس بداو كيهضروا عليه، شي واحد
يقول عندها سر، شي واحد يقول عندها بركة، وشي واحد حسدها. وبدات الجارة ديالها نعيمة كتقول للناس راضية ماشي طبيعية، كدير شي سحر في القنديل. الكلمة خرجات من فمها وطارت في الحومة حتى وصلت للمقدم. واحد الليل جا عندها المقدم وقال ليها: امولات القنديل، الناس كيهضروا بزاف، واش نقدر نشوف القنديل ديالك؟ ضحكات وقالت ليه: مرحبا، النور ما كيخافش من العيون. دخل، شاف الزيت بسيط، الفتيلة قديمة، ولكن الضو كيضرب في الجدران بحال الشمس الصغيرة. بقى ساكت وقال: هذا الضو ماشي من الزيت، هذا الضو من القلب. ومن داك النهار حتى المقدم ولا كيدوز من الزقاق ويدعي ليها في السر. دازو السنين والحومة تبدلات، ولكن راضية بقات هي، قنديلها شاعل وابتسامتها ما كتساليش. حتى جا واحد العام صعيب، جا فيه المرض بحال الوباء، والناس بداو كيسقطوا واحد بواحد. الخوف دخل لديور مراكش وكل شي تسد، غير هي اللي خرجت بالقنديل ديالها في الليل، كتدور بين البيبان، كتسقي المريض شربة سخونة، وتقول ليه ما كاين دواء بحال الكلمة الطيبة. الناس بداو يشوفوها من الشبابيك وكيقولوا: ها مولات القنديل جاية كتنور الزنقة. والوليدات بداو كيتسناوها كل ليلة باش يشوفوا الضو ديالها كيدوز بحال الملاك. واحد الطفل سول امه: ماما، علاش مولات القنديل ما كتخافش من المرض؟ قالت ليه الام: حيت النور ما كيمرضش، والنية الزوينة ما كتعرفش الخوف. ومع مرور الوقت المرض بدا كيمشي، ولكن راضية بدات كتعيا، جسمها ضعف وصوتها ولا رقيق. ولكن القنديل ما طفى حتى نهار. واحد الليل الريح كانت كتغوت والبرد قارس، خرجت وجلست على العتبة، القنديل في يديها والضو كيتمايل مع الريح. شدت القنديل وقالت ليه: يا قنديلي، دزنا بزاف انا وانت، شحال من مرة ضويتي الزنقة، شحال من مرة خففتي على الناس، دابا الوقت جا نرتاحو. ضحكات وحطت القنديل فوق الحيط ورجعت للداخل وسكتت للأبد. الصباح الناس لقاوها ناعسة في سلام، وجهها مبتسم والقنديل باقي شاعل. دفنوها قدام باب دارها وخلاو القنديل فوق الحيط باش يبقى شاهد على النور ديالها. ومن داك النهار كل واحد كيدوز في الليل من الزنقة كيشوف الضو الصغير وكيقول: الله يرحم مولات القنديل، هي اللي غلبت الليل بالنور ديال القلب. والقصة بقات كدور من حومة لحومة، من لسان لسان، وكل واحد كيزيد فيها شوية، ولكن المعنى باقي هو الخير ما كيموتش، والنية الزوينة ما عمرها ما كتنطفى. الناس تبدلوا، الزمان تبدل، ولكن القنديل باقي كينور حتى لدابا. واللي يدوز في الليل من ديك الزنقة. وهكذا السامعين الكرام، طفات شمعة مولات القنديل، ولكن نورها ما طفى في قلوب الناس. بقات حكايتها كدور في الأزقة، كيتنقلوها الصغير قبل الكبير، على مرة كان فيها الخير وكانت بحال القنديل في الليل في المظلم، في كل دار وكل زنقة وكل قلب في مراكش القديمة باقي كاين ضوي بشوية من نورها.
والناس ملي كيشوفوا القنديل كينوروا كيقولوا هذاك نار مولات القنديل اللي غلبت الليل، الله يرحمها برحمة واسعة. وتبقى قصة هادرس لكل من نسى أن النور ماشي غير في القنديل، النور الحقيقي في القلب اللي عامر بالنية والرحمة. إيوا لا عجبتكم يا المتتبعين هاد الحكاية وهاد القصة، ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامة.